بسم الله الرحمن الرحيم. حلقتنا النهاردة عن فطيرة البطاطس، وجبة تنفع للغداء أو العشاء، ومش قادرة أقول لكم على الطعم في منتهى الجمال. أول حاجة بيكون معايا كيلو من البطاطس، بكون غسلها كويس، يا إما أكون مقطعاها يا إما تكون سليمة زي ما هي، وابتدي إن أنا أحط لها كمية من المية بحيث تغطي البطاطس، وهسلقها على النار. بديها رشة بالملح، وبعد كده هحطها على النار عشان تستوي. هجيب اناء واحط فيه مادة دهنية، حاجة بسيطة بس، وابتدي انزل باللحمة المفرومة. هنا هشوح اللحمة المفرومة في نص معلقة من الزبدة، واديها تشويحة كويسة كده على النار. هنا هحط لها رشة من الفلفل الاسود، بس مش هحط ملح عشان اللحمة بتاعتنا ما يحصلهاش اي تكتل. هي كده خلاص اللحمة هي اتشوحت. هبتدي ان انا اضيف لها بصلة مفرومة ناعم. هندي بقى تشويحة كويسة للبصل مع اللحمة لحد ما احس ان كمية البصل ابتدت تختفي. هيكون عندي حبتين من الطماطم مقطعاها مكعبات وشايلة من عليها القشر، هبتدي انزل بيهم على اللحمة، وهدي برضو هنا تشويحة برضو كويسة جدا. هفضل اشوح فيها كده على طول لحد ما توصل معايا بالطريقة دي. هنا هكون بقى مسخنه لها كوبايه من الميه المغليه، وهبتدي اضيفها على اللحمه، وهديها رشه من الملح، وهسيبهم بقى لحد ما تتشرب الميه دي خالص، وتبتدي اللحمه بتاعتنا تستوي. هي بصوا هنا خلاص كده شربت ميتها خالص، وهي كده استوت. هديها تقليبه. بكون بقى عندي فلفل الالوان، ببتدي ان انا اضيفه على اللحمه بعد ما استوت، وهديها تقلبتين كده وهي على النار. بعد كده هبتدي ان انا اطفي النار واسيبها بقى بالطريقه دي. البطاطس بعد ما اتسلقت انا هرستها كده بالطريقه دي ناعمه اهي زي ما انتم شايفين. هجيب اناء واحط فيه 3 بيضات، وادي رشه من الفلفل الاسود، وكمان معلقه صغيره من البابريكا، ومعلقه صغيره من الكاري، ومعلقه صغيره من الكركم. وهندي بقى تقليبه كويسه كده، نضرب البيض مع كل المكونات دي. ندي كده تقليبه كويسه. بعد كده هبتدي ان انا ادي رشه من الملح، ومعايا كوبايه من اللبن، كوبايه صغيره كده من اللبن، هبتدي ان انا اضيفها على الخليط بتاعنا، وهنبتدي كده نقلب تقليبه كده كويسه. دي كده البطاطس المهروسه بتاعتنا اهي. هنبتدي ان احنا ننزل بالخليط ده على البطاطس. هنزل بنص الكميه وهقلب. انا عايزه هنا بقى كده البطاطس تتشرب بالخليط ده ويتجانسوا كده مع بعض بالظبط زي ما اكون بعجن عجين. خلاص بقى معايا بالطريقه دي. هبتدي انزل بنص الكميه الباقيه، وبرضه هفضل اقلب فيها كده لحد ما كلهم يتجانسوا مع بعض. خلاص كده العجين بتاعي كده بقى مظبوط. هجيب بقى صينية وهدي فيها رشة من الزيت، وهبتدي امسحها كده بالفرشة. همسح القاع بتاع الصينية وكمان الجوانب هنا عشان تعمل على عدم التصاق الفطيرة بتاعتنا في قلب الصينية. هنزل بنص الكمية بتاعة البطاطس في الصينية بالطريقة دي.
كده انا خدت نص البطاطس. هجيب اناء واحط فيه معلقه من الميه، وهجيب المعلقه وبظهر المعلقه كده هخليها ايه ان هي تديه الميه، وابتدي ان انا زي ما انتوا شايفين كده اتك على البطاطس وافرد. كده بتساعد معايا في عمليه الفرد. يبقى انا كده المعلقه بس هحط فيها حبه ميه، وبظهر المعلقه هبتدي ان انا ابطط البطاطس بتاعتنا كده في قلب الصينيه، بحيث ان هي تكون متساويه. شايفين بقى هي متساويه ازاي؟ بديها خبطه بحيث ان هي كده تكون ايه اتظبطت معايا، كل الجوانب بتكون متساويه. دي اللحمه اللي احنا كنا معصجينها، بديها رشه من البهارات المشكله في الاخر خالص، واديها تقليبه كده بقى كويسه عشان كله يبقى متنكه كده حلو. بصوا هنا معانا الفلفل يا جماعه ما تبلش خالص، لان انا حطيته في اخر تكه في اللحمه وطفيت عليه النار على طول. هبتدي ان انا بقى احط اللحمه المفرومه. كده الكميه كلها انا حطيتها اهو. ببتدي ان انا افردها في الصينيه بالطريقه دي. هجيب بقى الجزء التاني من البطاطس، وهبتدي ان انا احطه برضو على كده وش الصينيه من فوق، وبرضو هفرده بنفس الطريقه. برضو هعمل الحكايه بنفس الطريقه. بظهر المعلقه هبتدي ان انا اظبط الصينيه برضو كده، لو احتاجت ان هي افردها بالميه كده، وابتدي ان انا افردها كده بكل سهوله زي ما انتم شايفين. هجيب اناء واحط فيه بيضه واحده، وادي رشه من الملح والفلفل الاسود، وهدي تقليبه كده كويسه للبيضه بالفلفل الاسود. طبعا احنا عارفين ان الفلفل الاسود هنا بيضيع لنا زفاره البيض. عندك بقى كده معلقه من الجبنه الكيري، ببتدي ان انا اديها كده معلقه. لو ما عندكيش جبنه كيري ممكن تحطي اللي هي الجبنه المثلثات، وتبتدي ان انت بقى ايه تضربي الاتنين كده مع بعض، اضربيهم كويس. هيبقى معايا كده بعد ما اتضربوا وتجانسوا مع بعض، هيبقوا معايا بالطريقه دي. بص بقى، هنجيب الصينيه بتاعتنا وابتدي ان انا اضيفه على وش الصينيه من فوق. احط الكميه كلها. بعد كده هبتدي بقى اوزع على كل الصينيه كده بالتساوي. طبعا هنا بكون مشغله لها الفرن من قبليها، بحطها في الرف الوسط وادخلها الفرن. بص هي كده بعد ما خرجت من الفرن بتبقى بالشكل ده. هسيبها لما تهدى شويه وهبتدي ان انا اقطعها. دي كده الفطيره اهي، ما خدتش معانا وقت خالص. دي كانت حلقتنا، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم لايك وشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.